معانا النهاردة في المركز السابع أحد أقوى الأفلام الكوميدية In a World. فيلم اجتماعي لذيذ وخفيف وفكرته حلوة، وهي عن كارول اللي شغالة مدربة للفويس أوفر أو تسجيل الأصوات أو الأداء الصوتي أيا كان. المهم بأن صاحبتنا في المجال ده وأبوها بابا المجال كله، وهي داخلة تحدي كبير وصراع مع مؤديين أصوات كبار على إعلان ترويج لفيلم جديد. فهتشوف بقى ايه اللي هيحصل في المنافسة دي وهتنتهي على ايه، ده غير ما هتشوف علاقتها مع ابوها عاملة ازاي والكلام ده كله. فيلم ما فيهوش قضية قتل او رعب او شرير، اخر روقان، هي عيلة ضايعة اساسا. والفيلم عرض في 2013 وعمل ايرادات عدت ال3 مليون، وميزانيته اقل من مليون اصلا، وده يفسر ان شكل تصوير الفيلم بعافية، امكانيات التصوير ضعيفة، ما هو فيلم مستقل، بحيث ان كاتب الفيلم والمخرج وبطل الفيلم شخص واحد، ليك بيل، اللي هي كاتبة ومخرجة ومحترفة تأدية أصوات أصلا، زي مثلا شاركت في لعبة بروتوتايب، وكمان شاركت في مسلسل الكرتون بو جاك الحصان وكرتون سبايدر مان اللي نزل في 2018، يعني عارفة وحافظة المجال ده صح. والفيلم فاز ب3 جوائز بس وترشح ل17 جايزة تانية، وده أحد أسباب إنه مظلوم، مع إن تقييمات الفيلم كويسة، بحيث أخد في موقع راتن توميتوس 92%، وأخد على موقع IMDb قرب 70%، مش عالي قوي لكن مش بطال، وحقق قرب 3 أضعاف ميزانيته. بس مع كل ده مش معروف، سبحان الله،